يا ترى هل حصل معاك قبل كده ان انت قلت لنفسك الجملة دي؟ انا مش عارف انا ليه عملت التصرف الفلاني ده، او القرار ده ما كانش منطقي خالص، او قلت لنفسك انا كنت متأكد ان ده الصح وطلع العكس تماما. اهو ده بالضبط اللي بيبدأ بيه كتاب التفكير بسرعة والتفكير ببطء. الكتاب ده هيخليك تفهم دماغك بتشتغل ازاي، ومين اللي بياخد القرار الحقيقي جواك. خليك معانا لأن اللي جاي ممكن يغير طريقتك في التفكير تماما. أول حاجة معانا إن إحنا عندنا نظامين بيحركوا دماغك، نظام اسمه النظام واحد ونظام اسمه النظام اتنين. دانيال كانيمان بيقولك إن جواك في شخصيتين مش بيظهروا على المسرح لكنهم دايما شغالين ورا الكواليس. النظام الأول أو النظام رقم واحد ده السريع والتلقائي والحدسي. ده أول ما بتشوف شخص بترتاح له، أو أول ما تسمع رقم معين تقوم قايل ياه ده كتير قوي. ده اللي بيخليك ترد بسرعة وتتصرف بدون تفكير، تاخد قرار بسرعة لأنك حاسس. بس استنى كده، النظام ده بيغلط كتير لأنه بيعتمد على الحدس والانطباعات السريعة. يعني ممكن تحكم على شخص أو موقف بشكل خاطئ تماما. أما النظام التاني ده البطيء العاقل التحليلي، لما تيجي تحل مسألة صعبة أو تاخد قرار مهم، هنا بيشتغل النظام رقم اتنين. بياخد وقت بس بيفكر بعمق، يقولك ايه المشكلة. النظام ده بيكسل أحيانا يشتغل لأنه بياخد مجهود وطاقة ودماغك مش بتحبه دايما. يعني لو خدنا مثال وقلت لك أو لو حد سألك 7 في 18 بكام، هتلاقي نفسك سكت ودماغك وقفت تفكر. ده النظام رقم اتنين اللي اشتغل دلوقتي. طيب عندنا عايزين نعرف ايه كمان في الكتاب؟ اللي عايزين نعرفه ان دماغك مش منطقي قوي زي ما انت فاكر. اخطر حاجة في الكتاب هو ان الكاتب بيكشف لنا ان دماغنا بيعمل اختصارات في التفكير اسمها انحيازات معرفية، ومن غير ما بتحس بتقع في نفس الاخطاء كل يوم. زي ايه؟ زي انحياز التوافر. يعني مثلا لو حصلت حادثة طيارة فجأة تحس ان الطيران كله بقى خطر، رغم ان عمليا السواقة للعربيات حوادثها اكتر بكتير، والناس اللي بتموت في حوادث السيارات اكتر بكتير من اللي بيموتوا في حوادث الطيران. لكن ليه احنا بنخاف قوي من الطيران كده؟ لان الطيارة موقف قوي ومتكرر